انا غادي نسبق وغادي نعطيك المقترحات ديال السنه المقبله اللي حنا خدمنا عليها وراسلنا بها بصفه رسميه العصبه الاحترافيه اللي كنعتقد عندهم غدا اجتماع بخصوص القوانين والانظمه ديال السنه المقبله ان شاء الله. اولا النقطه ديال تقنين منع تنقل الجمهور، هذه النقطه اللي راه فيها نقاش كبير باش نكونوا واضحين. دابا انا الرجاء غنلعب مع واحد الفريق تنافس على البطوله، كاين تكافؤ الفرص، غتجي عندي اطار تكافؤ الفرص، غتجي عندي غتقول لي دابا ولا الرئيس ديال النادي يقدر ياثر على السلطه المحليه ويمنع التنقل ديال الجمهور. دابا مثلا انا الرجاء كنلعب على البطوله تنتفاجئ انه تيمنع التنقل ديال الجمهور الرجاء الرياضي باش يشارك واحد المقابله، باش يحضر لواحد المقابله في واحد المدينه، وبالمقابل الفريق الخصم ديالي او المطارد المباشر ديالي او المنافس المباشر ديالي ما كيتمنعش الجمهور ديالو من التنقل، وهذا كيشكل ضرب بمبدا تكافؤ الفرص. شنو تقترحوا في هذه الحاله؟ المراسله اللي عندنا العصبه الاحترافيه اما غتمنع كل شيء من قبل انطلاق الدوره الاولى، تقول لك اخوان يمنع التنقل ديال الجماهير لهاد المدن، ديروا منع التنقل بصفه كليه، حتى واحد ما يتنقل، ولا تكون المساواه في التنقل، كل شيء غيتنقل. والثانيه انا كنقدر الثانيه الا كانت شي فرقه ما غتقدرش تنظم مقابله في التيران ديالها، ورجعوا للفريق الضيف ينظمها في الفرقه ديال في التيران ديالو، وخا الذهاب والاياب. انت ما قادرش دابا انت في دفتر التحملات كتفرض عليا العصبه الاحترافيه، خص يكون عندي واحد الملعب طبيعي، يكونوا عندي جوج ملاعب ديال التدريب، واحد طبيعي وواحد اصطناعي. انت ما عندكش اصلا هاد المقومات، ما كتستجبش لدفتر التحملات. هذه اولا. ثانيا النقطه الثانيه